بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم إسلام صقر. فيديو النهاردة بعنوان جبل الحلال. تعالوا معايا أصدقائي نعرف السر في تحول كل الدول العظمى من حال إلى حال لصالحنا. جبل الحلال هو أسطورة الشر والإجرام، وكانت هي المنطقة الآمنة للمجرمين، وتحولت لتكون المنطقة الآمنة للإرهاب وإدارة أعمال القتال الإجرامية لجماعة بيت المقدس، مستخدمين أحدث المعدات والأسلحة والذخائر ووسائل الاتصالات، وتدعمهم لوجستيا دول الجوار ودول عظمى. ومركز العمليات الرئيسي كان في كهوف هذا الجبل، تدير مخابرات دول في عملية حربية وقتالية معقدة جدا، لأنها تشمل على الآتي: 1. أسلحة متطورة جدا تدار من بعد وتستخدم فيها صور أقمار صناعية وإحداثيات محددة، كعملية إطلاق دانة هواء موجهة على كمين شرطة واستشهاد 18 فرد من الكمين، وهو سلاح يستخدم لأول مرة بتلك التقنية العالية جدا. 2. إدارة شبكة مالية معقدة جدا لأعمال شراء الأسلحة وتمويل الجماعات الإرهابية وعناصر التجنيد والمراقبة والتدريب، وتم ضبط كافة المستندات والتي تدين شخصيات عالمية ومحلية وأجهزة مخابرات دول صديقة ومعادية. 3. اكتشاف كافة الخلايا النائمة التي كانت تعمل في الخفاء من خلال المستندات المضبوطة، والتي كانت تمدهم بالمعلومات أو تتلقى تمويلات ومتورط فيها شخصيات مصرية ورجال أعمال ومستثمرين أجانب تحت مسمى الاستثمار، ولكن الأساس هو التمويل لاستمرار أعمال الإرهاب بعد أن جففت مصر ولحد كبير مصادر التمويل. 4. اكتشاف مخطط دولي لإثارة العالم والمطالبة بفرض الحماية على الأقباط في شمال سيناء باستهدافهم من قبل الإرهابيين، وإن مصر غير قادرة على حمايتهم، فتم نقلهم لمناطق آمنة، ووجدت مستندات بأسمائهم ووظائفهم ومحل لإقامتهم. فأفشلنا المخطط، فخرج علينا خونة الوطن ليعلنون ويدعون التهجير القسري للأقباط. وهنا يتم إثارة سؤال مهم جدا: كيف لم يتم تدمير المستندات قبل الاقتحام؟ والإجابة عليه يجب أن تعلم كيف تمت إدارة المعركة. انتظروني أصدقائي بعد الفاصل لنعرف أصل الحكاية. فاصل ونواصل. جاهزين يا رجالة؟ جاهزين يا فندم. الله أكبر. أما نيجي نشوف كيفية إدارة المعركة، فإدارة المعركة ليست بدايتها من جبل الحلال، ولكن بدأت من اعتلاء مصر كرسي عضو غير دائم بمجلس الأمن حتى لا تتم أي إجراءات من خلف ظهرنا، لأننا نعلم أننا نواجه مؤامرة دولية كبيرة بعد أن هدمنا المعبد على رؤوس أصحابه في ثورة يونيو، وغيرنا خريطة العالم السياسية والعسكرية، فقمنا بالاستعداد للمعركة من كافة جوانبها، وإن كانت المعركة الاقتصادية أشد ضراوة من العسكرية، ولها حديث آخر فيما بعد. وتأتي معركة جبل الحلال كأكبر معركة عسكرية خاصة في الزمن الحديث، وتكتيك أربك كافة خطط الأعداء، فقد قامت قواتنا بمحاولتين سابقتين في 2016 بمحاولة اقتحامه والسيطرة عليه، فلم تفلح لأسباب عديدة، منها كبر حجم الجبل ومئات الكهوف والوديان وسهولة التنقل الداخلي بحمايته الطبيعية، ومستحيل اقتحامه بالدبابات أو العربات المصفحة. وكانت مصر تعلم أن إدارة العمليات تتم من هناك، وتعلم المتورطين من الدول في إدارة العمليات عسكريا ومخابراتيا، ومحاولات الاقتحام من الخارج مهما حدث لن تؤتي ثمارها، وكانت الدول المعادية تعلم ذلك جيدا. وتم محاصرة الجبل قبل العملية ب10 شهور، ولكن كان من الطبيعي أن تتم عمليات اختراق للحصار لصعوبة ووعورة الأراضي والتنقل بالدواب، فقامت قواتنا المسلحة بعمليات تصوير جوي وصور الأقمار الصناعية على مدار عام كامل، حتى عرفت كل جحر وكل ضرب وكهف، واكتشفت كهوف لم يصلها المجرمون، وتسللت إليها قوات الصاعقة والمظلات المصرية، وأقامت مركز عمليات داخل الجبل، وبدأت القوات تتجمع للقيام بعملية الهجوم من الداخل للخارج وليس العكس، وهو ما كان من المستحيلات أن تتم بهذا التكتيك، إلا أن رجال قواتنا الخاصة يقومون دائما بالمستحيل، مما كانت المفاجأة والمباغتة للأعداء. وعند ساعة الصفر هاجمت قواتنا مركز العمليات الرئيسي للأعداء، واستخدمت السلاح الأبيض في المعركة، وقتلت قوات الحراسة بالكامل، واقتحمت مركز القيادة،
ووجدت المفاجأة إنه مركز قيادة أقامته دولة معادية في أحد كهوف الجبل، ومجهز بغرفة عمليات رئيسية وبها شاشات عرض وأجهزة كمبيوتر وأحدث أجهزة اتصالات وتليفونات السرايا، ومحمول بشرائح اتصال للدولة المعادية ودولة أخرى عربية، وأماكن مبيت للأفراد مكيفة، وأماكن للطعام ومطابخ ومستشفى ميداني، وضباط استخبارات من جنسيات مختلفة. وجدوا قوات الصاعقة فوق رؤوسهم، وكمية متفجرات وأجهزة تفجير وأموال بالدولار والمصري والشيكل. وعند تمام السيطرة بدأت العملية الكبرى من الداخل والخارج، واستخدمت بها الطائرات وقوات المظلات والمشاة، وانتهت بالسيطرة الكاملة على كافة أرجاء الجبل، وتم قطع الرأس في عملية سيشهد بها العالم عسكريا، وستكون مجال لدراسات عالمية لسنوات. وانتهت أسطورة الإجرام والإرهاب، وستتساقط الخلايا العنقودية تباعا، وأصبح الانتصار النهائي في متناول اليد. تحية إجلال وإعزاز لقواتنا المسلحة والقوات الخاصة بالشرطة المصرية. وفي النهاية أتمنى تكون الرسالة وصلت. اللهم احفظ مصر وشعبها العظيم من كل سوء. اللهم احفظ جيش مصر وشرطتها. اللهم ارحم شهداء الوطن. عاشت الأمة العربية، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.